الطيور في منها 18 ألف نوع على كوكب الأرض. في منها اللي حجمه كبير جدا وفي منها الصغير. الطيور كلنا بنعرفها بالسلام والجمال، والإنسان بطبيعته بيحب أي حاجة ليها جناحين وبتطير. ولكن هل كل الطيور مسالمة وبتبادل البشر نفس الشعور ولا لأ؟ في أنواع من الطيور بتبقى أخطر من التعابين السامة اللي يمكن بتحلم إنك ما تقابلهاش، بل وكمان الطيور دي بتاكل التعابين السامة. الحلقة دي هنقولك على أخطر 10 طيور على كوكب الأرض. وقبل أي حاجة، لو ما اشتركتش معانا ياريت تشترك وتفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. النورس من الطيور المائية اللي هتلاقيه دايما بيعيش على الشواطئ والجزر والسواحل، وبيتغذى دايما على الأسماك. لحد هنا ومفيش أي مشكلة. ولكن النورس من الطيور المزاجية جدا اللي بتحس بالخطر من أقل حاجة. النورس لما بيهاجم ما بيهاجمش لوحده، ولكن النورس طائر جماعي اللي لما بيفكر يهاجم هتلاقي هجوم من آلاف طيور النورس. وسنة 2001 حصلت حادثة مشهورة لسيدة تمت مهاجمتها من طيور النورس، وحصل لها جروح قطعية كبيرة جدا في راسها. وسنة 2002 طيور النورس اتجمعت على كلب وقتلته. 9. البومة التلجية. البوم من الطيور الجارحة اللي بتبتدي صيدها في أوقات الليل. البوم من أكتر أنواع الطيور الجارحة في العالم انتشار، والسبب ده راجع لسهولة التكاثر عند البوم، وخصوصا البوم الثلجي. البوم الثلجي عنده رؤية حادة جدا وبتمكنه من رؤية فريسته بكل سهولة زي الكلاب والقطط، وأحيانا بيهاجم البشر. السبب الغالب في هجومها إنك بتقرب من عشها أو أطفالها. هجوم البومة الثلجية دايما بيستهدف في البشر الوجه والرأس. 8. العقعق الأسترالي. الطائر ده لو بصيت عليه من أول مرة هتقول عليه غراب، ولكنه يشبه الغراب لحد كبير. العقعق بيتغذى على اللافقريات اللي موجودة في الصحراء، وبيعتبر من أشرس الطيور في الهجوم، وخصوصا لو قربت من عشه. العقعق هجومه بيبقى شرس شوية على البشر، بيعتمد دايما على هجومه في استهداف العين أول حاجة، ده غير هجومه على أغلب الوجه. ودايما بتلاقيه بيهجم على العربيات في طرق السفر. 7. البجع الأبيض. البجع الأبيض من الطيور اللي بترمز للحب والرومانسية والشياكة كمان. وعمرك ما تتخيل حيوان زي ده إنه ممكن يأذي أصلا. ولكن خليني أقولك إن البجع بيكون لطيف جدا لحد ما تقرب من مكانها أو أطفالها. وهنا بتحول البجع من مخلوقات لطيفة لمخلوقات عنيدة جدا وعنيفة، ومش هتستسلم غير لما تأذي اللي في دماغها. وعشان كده ما انصحكش أبدا إنك تهزر معاهم حتى. 6. الصقر أحمر الذيل. الصقر ده بيتميز بطول جناحه وقوته اللي بتمكنه إنه يطير بقوة وسرعة كبيرة. الصقر ده بيبقى موجود في أمريكا الشمالية بشكل كبير جدا. الصقر أحمر الذيل بيعتمد في هجومه على مخالبه القوية، ما بيترددش في هجومه على أي شيء بيهدد وجوده، بل وكمان ممكن يهاجم الحيوانات المنزلية زي القطط والكلاب وبدون أي سبب. وفي سنة 2014 اتقتل كلب أسرة بسبب الكائن دوت لمجرد إنه عايز يتغذى. 5. طائر العقاب. العقاب من أكثر الطيور بل والحيوانات كلها عمرا. العقاب يقدر يعيش ل70 سنة وأكتر. العقاب من الطيور الجارحة اللي موجودة بكثرة جدا في العالم. طائر العقاب عصبي جدا وممكن يهاجمك بدون أي سبب، وبيعتمد في هجومه على مخالبه الحادة ومنقاره. 4. النعام. النعام هو أكبر طير في العالم. النعام من أسرع الطيور اللي بتجري على رجلها على كوكب الأرض، والسبب لده راجع لرجليها الطويلة جدا والقوية. النعام بتوصل سرعته ل97 كيلو متر في الساعة، يعني تقدر تسابق عربية فيرنا مرتاح. النعام بيعتمد في هجومها على رجليها ومخالبها القوية اللي يقدر بيها يقتل أسد بكل سهولة بعد كام ضربة. 3. طائر البيتا. لو بصيت على الطائر ده هيعجبك بسبب حجمه وتفاصيل ألوانه الجميلة، ولكن الطائر ده من أكتر الحيوانات السمية في العالم، بل وهو الطائر الوحيد السام في العالم. طائر البيتا بيحتوي على سم عصبي في جلد وريش الطائر ده اللي ممكن يقتلك لمجرد انك لمست ريشه. 2. النسر الأفريقي. النسور يعتبر من أضخم الطيور بل والحيوانات في العالم. النسور بتعتمد على تغذيتها على الجيف وبقايا الحيوانات الميتة، ولكن لو النسر ملقاش جيف يتغذى عليها
ممكن يهاجم ويقتل بكل سهولة أي كائن حي يشوفه، وأحيانا بيهجم على البشر. النسر الأفريقي من اسمه بيبقى موجود في غابات أفريقيا. طول الجناح الواحد للكائن دوت بيعدي المترين. والفرائس المفضلة للنسر الأفريقي هي الحيوانات الحية، وأكثرها هي العجول والقرود. ومن 4 سنين حادثة شهيرة حصلت لنسر هاجم طفل عنده 7 سنين وشاله بمخالبه وطار بيه شوية، ولكن الأهالي ضربوا عليه نار والطفل وقع وجاله كسر في الجمجمة وتهتك في القفص الصدري. في المركز الأول عن جدارة طائر الكاسوري. بالرغم من جمال طائر الكاسوري وألوانه، ولكنه يعتبر من أخطر الطيور في العالم وثاني أكبر طيور في الحجم بعد النعام، ووزنه بيوصل ل60 كيلو جرام وطوله 1.5 متر. سرعته بتوصل ل 48 كيلو متر في الساعة. في دماغه عرف من العظم عشان يحميه من أي خبطات شجر في الغابة وهو بيجري، ولما بيحس بحصار أو تهديد بيهاجم بكل قوة برجليه القوية اللي ممكن بيها يشق البطن بكل سهولة. ويعتبر الطائر ده مهدد بالانقراض على حسب موسوعة جينيس. معلوماتنا عن الطيور ما خلصتش، ياريت تشاركنا تحت في الكومنتات عن الطيور الخطيرة في العالم. ولو عجبك الفيديو ياريت تدعمنا بلايك وتشترك على القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك فيديوهاتنا أول بأول. سلام.